بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاهر سندي من قلب عاصمة إقليم السند، كراتشي، باكستان. كما تعرفون عنوان حلقتنا اليوم وهو أننا سوف نتطرق إن شاء الله في هذه الحلقة على عنوان ماذا تعرف عن باكستان وأقاليم جمهورية باكستان الإسلامية. كثيرا من الأحبة الكرام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وفي الخاص قد طلبوا مني عمل هذا الفيديو، يريدون أن يعرفوا عن بلدي ووطني الحبيب باكستان. فنبدأ الحلقة بدون تأخير، ولكن قبل بداية الحلقة أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وكومنت وشير حتى يكون دعمكم هذا تحفيز لي على مواصلة المسير. باكستان أو جمهورية باكستان الإسلامية، وهي دولة إسلامية استقلت عن شبه القارة الهندية المستعمرة البريطانية سابقا في 14 من أغسطس سنة 1947 للميلاد. وقت الانفصال كانت تشمل بنغلاديش الحالية أيضا، وكانت تسمى بباكستان الشرقية وباكستان الغربية، ولكن هذه الأخيرة انفصلت عن باكستان سنة 1971 للميلاد وسميت ببنغلاديش. معنى كلمة باكستان. كلمة باكستان هي في قسمين، أو نقسمها إلى قسمين. القسم الأول وهو باك أو باك. باك بمعنى الأرض الطاهرة، وإستان بمعنى باك بمعنى الطاهرة، وإستان بمعنى الأرض. فالمعنى أصبح المعنى الكامل الأرض الطاهرة. أول من حلم بدولة مستقلة للمسلمين في شبه القارة الهندية هو شاعر المشرق وشاعر الإسلام العلامة محمد إقبال رحمه الله، وتجيكم صورته الآن. هذا هو الشخص الذي اقترح هذا الاسم للبلد، هو چودري رحمة علي في عام 1933 للميلاد، وهذه صورته. تأسست دولة باكستان على يد محمد علي جناح، ويسمى بالقائد الأعظم، وهذه صورته وهي معروفة أيضا، تعرفونه، كثير من الناس يعرفونه. الشخص الذي كتب النشيد الوطني لباكستان هو حفيظ جالندري، وهذه صورته. حسنا، النشيد الوطني لباكستان باللغة الأردية والفارسية معا، وهذا هو النشيد الوطني. معنى النشيد الوطني باللغة العربية، هذه صورة المعنى. ومعنى النشيد باللغة الإنجليزية، الآن تأتيكم صورة المعنى باللغة الإنجليزية. وهذا هو علم باكستان. عدد سكان باكستان حسب الإحصائيات الأخيرة التي كانت في 2018 للميلاد، هذا هو العدد. بهذا العدد تصبح باكستان خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. مساحة باكستان هذه هي. نأتي الآن على الحدود. لدى باكستان حدود حوالي 1046 كيلومتر
أي ما يعادل 650 ميل على امتداد بحر العرب وخليج عمان في الجنوب. تحدها الهند من الشرق، وأفغانستان من الغرب، وإيران في الجنوب الغربي، والصين من الشمال الشرقي، نعم الشمال الشرقي. ويفصل باكستان عن طاجكستان ممر صغير لأفغانستان، وهي قطعة صغيرة في حوالي كم كيلو متر، وهي ممر واخان، وهو ممر واخان، نعم ممر واخان هذا لأفغانستان الذي يفصل بين باكستان وطاجكستان في الشمال. وتشترك حدود باكستان البحرية مع دولة عمان. حسنا، حتى تفهموا أكثر، فهذه هي خريطة باكستان والدول التي تجاورها. كانت هذه المنطقة في السابق مهد الحضارات القديمة والتاريخية، بما في ذلك العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي وحضارة وادي السند، وهي ترجع إلى أكثر من 5000 سنة. وقد حكم هذه المنطقة كثيرون عبر مختلف العصور، منهم البوذيون والهندوس والمغول والمسلمون أيضا، العرب من الخلافة الأموية، وحكام محليون لفترات مختلفة. وفي الأخير حكمها الاستعمار البريطاني الذي استقلت عنه باكستان في عام 1947 للميلاد. باكستان اليوم قوة نووية ولله الحمد، تمتلك أسلحة نووية معلنة، وهي الدولة المسلمة الوحيدة في العالم التي تمتلك الأسلحة النووية ولديها أكبر قوات مسلحة. كانت مدينة كراتشي أي عاصمة إقليم السند الحالية أول عاصمة لباكستان من 1947 للميلاد إلى 1958 للميلاد، وبعدها أصبحت مدينة إسلام أباد عاصمة باكستان إلى يومنا هذا. نأتي الآن إلى أقاليم باكستان. تشتمل باكستان على 5 أقاليم، نعم على 5 أقاليم ومناطق أخرى أيضا تحت حكم الحكومة الفيدرالية في انتظار وضعها النظامي. الأقاليم هي أولا إقليم السند وعاصمته مدينة كراتشي، لغتها الرسمية هي اللغة السندية، وهذه هي خريطة إقليم السند. ثانيا إقليم بلوشستان وعاصمته مدينة كويتا، ولغتها الرسمية هي اللغة البلوشية، وهذه خريطة إقليم بلوشستان. ثالثا إقليم بنجاب وعاصمته مدينة لاهور، لغتها الرسمية هي اللغة البنجابية، وهذه خريطة إقليم بنجاب. رابعا إقليم خيبر بختونخوا وعاصمته مدينة بيشاور، لغتها الرسمية هي اللغة البشتونية، وهذه خريطة إقليم خيبر بختونخوا. خامسا إقليم جلجت بلتستان وعاصمته مدينة جلجت، لغتها الرسمية هي اللغة شينا، أو أكثر الناس الذين يتكلمون بهذه اللغة شينا، وهذه خريطة إقليم جلجت بلتستان في الشمال.
سادسا مناطق الفاتا على حدود أفغانستان، على طول حدود أفغانستان، وهذه خريطة الفاتا انضمت في الأخير إلى خيبر بختونخوا. سابعا كشمير الحرة وعاصمتها مظفر آباد، لغتها الهندكو، وهذه خريطة كشمير الحرة. والباقي من كشمير كما تعرفون تحت الاحتلال الهندوسي الغاشم. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. أحبتي الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم. أتمنى أن تنال إعجابكم، فقد حاولت أن أوضح لكم الفكرة بشكل إجمالي حتى أقرب البعيد إلى الأذهان. بعد هذا سنتطرق إن شاء الله إلى الأقاليم، إلى أقاليم باكستان والمناطق الأخرى التي تحدثت بها بالتفصيل إن شاء الله. وفي الأخير أذكركم مرة أخرى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت وشير حتى يكون تحفيز لي لمواصلة المسير. دمتم في رعاية الله. نلتقي بكم إن شاء الله مرة أخرى في حلقة جديدة، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم طاهر سندي من قلب عاصمة إقليم السند، كراتشي، باكستان.